اللي هتشوفه في الصورة اللي تحت دي أول حاجة عينك هتيجي عليها هي اللي هتعرفني شخصيتك. ركز، لو أول حاجة شفتها هما اتنين حمارين وحشيين يبقى أنت شخص اجتماعي جدا وبتحب الناس وبتحب القعدة مع الناس والكلام معاهم. التواصل كمان عندك مش رفاهية، دي حاجة يومية أنت بتعملها كل يوم، في يومك بيبقى ماشي بيها. لكن الغريب بقى إن أنت برغم إنك بتحب اللمة لكن روحك مستقلة، فساعات الناس لما بتشوفك بتحس إنك شخص مش مفهوم. ده مش عيب على فكرة ولا حاجة، لكن أنت لازم تكون واعي بالموضوع ده. أما بقى لو أول حاجة شفتها هي الأسد فأنت شخص هادي بتحب الراحة والهدوء، والجودة عندك أهم من الكميات، أهم من التعرف على ناس كتير. يعني بتحب الناس الكواليتي بتاعتها، الناس الكويسة أكتر من اللمة والزحمة والناس الكتير. مش بتنجذب كمان للتجمعات الكبيرة، بتنجذب لدايرتك الصغيرة. وعشان الناس تحترمك ما بتحتاجش تعلي صوتك، انت شخصيتك بتخلي الناس تحترمك. بتحب العدالة، بتحب الاحترام والشجاعة دايما من صفاتك. قول لي بقى في الكومنتات انت اول حاجة شفتها كان الحمار الوحشي ولا الاسد، وهل الصفات اللي انا قلتها لك دي موجودة فيك فعلا ولا مش موجودة؟